بطلات وابطال المستقبل، لسه على وعدنا مع بعض. محتاجين نعمل ليكوا 3 حاجات عشان تقدروا تعيشوا في سعاده وهنا ونبقى مطمنين عليكم، وده مش هيحصل غير لما احنا نشتغل مع بعض. اول حاجه لازم نبني لكم مجتمع امن تقدروا تعيشوا فيه بكل راحه وكل امان، علشان تقدروا تنتجوا وتبدعوا وتوفروا لنفسكم مستقبل افضل. علشان نوصل لثالث هدف، وهو انكم تكونوا اسر متماسكه وسعيده وتعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات. والحاجات دي كلها عمرها ما هتحصل غير لما احنا نشتغل على انها تحصل. ربنا قال ان احنا علينا السعي والباقي كله بتاع ربنا. علشان كده النهارده تالت يوم في بناء مدرسة الأبطال، المدرسة اللي اتفقنا ان احنا هنعملها مع بعض علشان نتدرب فيها على كل الحاجات اللي احنا عايزين نعملها ايدينا في ايد بعض. فانا قررت امبارح وقلت لكم ان انا لازم اوفر وقت كافي في يومي، لان انا بشتغل ميك اب ارتست زي ما انتم عايزين عارفين. وطبعا علشان اقدر اوفر وقت محتاجه اسهل على نفسي الامور. فلسه برضو بجهز الماتيريال بتاعتي في اماكن معينه علشان اقدر اوصل لها بكل سهوله، علشان يبقى عندي وقت كافي ان احنا نتفق مع بعض ونخطط هنعمل ايه في الفترات اللي جايه. ودلوقتي لسه صاحيه وبدات ارتب برضو شغلي، ووقت الصلاه جه قمت صليت واخدت بريك بسيط جدا، لان كان عندنا مشكله كبيره قوي محتاجين نحلها مع بعض. هقول لكم عليها في الفيديو الجاي، وهقول لكم انتم مطلوب منكم ايه في المستقبل. ودايما افتكروا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. علشان الوضع اللي احنا فيه واللي وصلنا له يتغير، لازم احنا الاول نتغير وناخد قرار اننا نشتغل مع بعض عليه.